أيتها الأخوات المباركات، إجابة على سؤال بعض الأخوات من اقتناء بعض الأخوات كثير من وسائل التقنية من جوالات، وأيضا دخولها على الإنترنت وعلى مواقع التواصل من الانستغرام، وإدخال هذه الخدمة والفيسبوك والتويتر وغيرها من قنوات التواصل. حقيقة أن المرأة مطالبة بغض البصر، ومطالبة بالحشمة، ومطالبة بالابتعاد عن كل ما يجلب إلى الفتنة. والله عز وجل قد أمر النساء بقوله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآيات. فأمر الله عز وجل بغض البصر، لا سيما الانستغرام هذا أغلبه صور للرجال، ولا يضع الرجل صورته إلا ما استحسن منها، وفيها فتنة. والله سبحانه وتعالى ما أمر بغض البصر ثم أعقبه بحفظ الفرج إلا لأن هذا النظر أقرب طريق إلى الزنا والعياذ بالله. ولا نقول في أخواتنا إلا خيرا، والصالحات كثر بارك الله فيهن، ولكن هذا ليس قولي، هذا قول فاطر السماوات والأرض الذي يعلم قلوبنا ويعلم ما تخفي أعيننا وما تخفي صدورنا سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي المرأة أن تبتعد عن مثل هذه قنوات التواصل، واستمراء مثل هذه القنوات والتواصل فيها والانهماك وراءها وإرسال المقاطع والدخول على الصور واستمراء الأغاني والآهات وأصوات بعض المغنين أو المنشدين أو إلى غير ذلك. هذا من استمراء المعصية، وفيه مفاسد كثيرة ومحاذير. والله أن المرأة ستسأل كل إنسان بلا شك، لكن هذا حديثي جواب الأخت السائلة عن سمعها وبصرها وفؤادها ولسانها. يقول الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فينبغي المرأة أن تتقي الله. وهذه النظر وتقليب نظر المرأة في المقاطع اللي فيها رجال وصور الرجال، هذه خيانة لله عز وجل وخيانة لزوجها أو وليها. فلتتقي الله عز وجل المرأة، ولتحفظ عليها إيمانها، وأن تبتعد عن كل ما يقربها من الوقوع في المعصية أو ما يضر قلبها. إذا كان الله عز وجل أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن أطهر الخلق على الإطلاق أن لا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فكيف بالمرأة الضعيفة إذا نظرت إلى الرجال وكلامهم وتغنج بعضهم للأسف؟ لا شك أن هذا يؤثر على القلب. فلتتق الله المرأة وتحافظ على نفسها، وتبتعد عن مثل هذه القنوات وهذه الطرق في التواصل واستمراء وإرسال وتبادل مثل هذه المقاطع، استمراء المعصية. وكثرة هذا الإمساس يقلل الإحساس، والإنسان ضعيف. فأوصي نفسي وأخواتي بأن يبتعدن عن هذا الأمر، وأن تكتفي الواحدة منهن بجوال يؤدي غرضها التي تحتاج من التواصل مع أقاربها وما تحتاج إليه. أما الولوج بهذه القوة في مثل هذه القنوات واقتناء كثير من أجهزة الجوالات من البلاك بيري والآيفون، وأيضا الدخول في الإنترنت، المرأة ينبغي عليها، وهذا الكلام للرجال قبل النساء، لكن إجابتنا على السؤال السائلة. فأسأل الله عز وجل يحفظكن ويرزقنا وإياكم التقى والعفاف، إنه جواد كريم. والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.